بالصدفة امبارح كنت في بنها وقررت ان انا اقارن بين اكبر 5 محلات فرايد تشيكن هناك: كنتاكي، هارت اتاك، زاكس، جيمس وتشيكن هات. وقبل ما نبدا كان في حد قايل لي على دعاء الاكل، وهو اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. بسم الله. نبدا في الاول بارخص واحد فيهم وهو زاكس. سعر الدينر بوكس هناك 75 جنيه. زاكس في حاجه كده تعتبر ميزه وعيب في نفس الوقت، ان انت اول ما بتطلب الاوردر هو بيبتدي يجهزولك من اول وجديد، فبياخد تلت ساعه قبل ما يتعمل. فالصراحه بالمقارنه مع باقي الناس هو وقت كتير جدا. ابتديت كده في الاول بالبطاطس، هي ما كانتش مقرمشه، ما كانش عليها توابل، فانا ما فضلتش البطاطس قوي. بعد كده دخلت في الفراخ بقى. القطعه الصراحه كان حجمها كبير جدا، وانا بالنسبه لي القطعه كل ما بتكبر بيبقى صعب ان انت توصل التتبيله لغايه جوه، وللاسف ده اللي لقيته سواء في الدبوس او الصدر. الفراخ كان طعمها فقير شويه، والطعم كله كان متركز في الطبقه المقرمشه اللي بره، اللي بالمناسبه كانت من بره مقرمشه او من جوه كانت عامله زي العجين كده شويه، فانا ما فضلتهاش. واكيد طبعا انا مش محتاج اتكلم على الكول سلو بتاع زاكس، ده هو اصلا كان مايونيز تقريبا مش كول سلو. المهم نخش على التاني ارخص محل فرايد تشيكن في بنها وهو جيمس. سعر الدينر بوكس هناك 77 جنيه. اول حاجه ابتديت بيها هي البطاطس، وبرضه ما كانوش حاطين عليها التوابل خالص، بس المهم الفراخ هم كانوا حاطين قطعتين كبار ودبوس، والقطعه الكبيره هي كبيره فعلا، وكمان منهم واحده كيله اللي هي بتكون قطعه مميزه قوي في الفرخه. بس المهم انا لما دقتها للاسف برضه التتبيله ما كانتش واصله جوه، والتتبيله كانت ضعيفه. وبالنسبه للقطعه المقرمشه اللي حوالين الفراخ هي صراحه كانت احلى من زاكس بمراحل، بس ستيل برضه اوفرول الاكسبيرينس مش احسن حاجه بالنسبه لي. وبالنسبه للعيش الصراحه هو كان صابح ما كانش بايت، ودي كانت حاجه كويسه. والكول سلو عندهم كان حلو بس كان مماي شويه. وتالت ارخص محل فرايد تشيكن في بنها هو تشيكن هات. سعر الدينر بوكس هناك 79 جنيه، وهو زي اللي قبل كلهم بيجي 3 حتت فراخ وبطاطس وعيش وكول سلو. بغض النظر عن الكيس اللي هم كانوا مدين لي فيه الاوردر، بس العلبه نفسها الصراحه كانت مهندمه من جوه كده واحسن من الباقي بكتير. والبطاطس غير زاكس وجيمز كان عليها شويه توابل كده الصراحه، فهي كان طعمها حلو. وبالنسبه للعيش فهو ما كانش احسن حاجه، بس نسيبنا من كل ده، المهم الفراخ. ويا جماعه من النظره الاولى الفراخ دي تفتح النفس. اولا لونها ذهبي جدا كده زي ما الكتاب بيقول، وثانيا حجمها صغير، فبالتالي التتبيله كانت واصله لغايه جوه، فبالتالي طعمها بالنسبه لي كان احسن من جيمس وزاكس الصراحه. غير كده الفراخ كانت نظيفه الصراحه، فكنت مبسوط بيها. وبالنسبه للكول سلو بقى بتاعتهم فهي كانت حلوه، بس هي كانت ناشفه شويه، يعني انا ما كنتش حاسس فيها بالصوص بتاع الكول سلو ده. المهم رابع ارخص محل فرايد تشيكن في بنها وهو هارت اتاك. سعر الدينر بوكس هناك 90 جنيه، وبيجي معاه نفس الحاجات بالظبط هي بس اختلاف الباكجينج بقى بتاع هارت اتاك. كل حاجه كده جايه في علبه لوحدها، والصراحه الباكجينج شكله مفرح. والبطاطس برضو الصراحه محطوطه لوحدها كده، فما شربتش من الزيت بتاع الفرايد تشيكن، وغير كده اصلا محطوط عليها توابل برضو حلوه قوي. بس اللي يهمنا بقى في كل ده هو الفرايد تشيكن. كان جايه حتتين كبار وحته صغيره. الفراخ صراحه كان حجمها نفسها كبير، وهي كان طعمها حلو، بس كان لونها مسود شويه غير تشيكن هات الصراحه. هي برضو تشيكن هات دي كانت غريبه، ما كانتش طبيعيه، بس كطعم كانت حلوه جدا، بس مش زي تشيكن هات الصراحه. وبالنسبه للعيش بتاعهم فهم مغلفينه تغليفه حلوه كده، فبرضو صارفين الصراحه. بس بالنسبه للكول سلو هي كان فيها طعم غريب، انا والله مش قادر احدد هو ايه بالظبط، بس فيها طعم ضايقني يعني. المهم نخش على بابا المجال بقى وهو كنتاكي. سعر الدينر بوكس هناك 108 جنيه، بس بيجي مع بيبسي. بالنسبه للبطاطس بقى بتاعت كنتاكي في الاول هو كده كده ما بيحطش عليها توابل، بس هي ما كانتش احسن حاجه، يمكن ده عشان انا سبتها شويه فبردت، بس بغض النظر يعني. بس المهم الفراخ، الراجل في الاول كان حاطط لي وركين، بس قلت له لا انا عايز ورك وصدر. فالمهم بقى ان الصدر الصراحه كان طعمه حلو جدا، يعني التتبيله بتاعت كنتاكي صراحه لا يعلى عليها، بس برضو قريب منها شويه تشيكن هات. بصوا الصراحه عشان ما اكدبش، هو ده حلو في حاجات وده حلو في حاجات يعني، بس اوفرول التتبيله بتاعت كنتاكي لا يعلى عليها. وطبعا نسيبنا من العيش بتاع كنتاكي عشان هو ما شاء الله نفس المورد في كل حته تقريبا. وبالنسبه للكول سلو فطبعا الكول سلو بتاع كنتاكي عالمي، بس هو مختلف شويه عن بتاع القاهره. انا بتاع القاهره بحبه اكتر. بس احب اقول في الاخر ان احلى قيمه مقابل سعر هي تشيكن هات، بغض النظر عن تغليفه والكيس اللي هو كان جايبه لي فيه، بس عامه هو فعلا طعمه حلو قوي. بس احسن طعم فراخ وتتبيله بالنسبه لي فيهم كلهم هو كنتاكي. ترتيب كده بقى من اقل واحد لاعلى واحد بالنسبه لي: رقم 5 زاكس، 4 جيمس، 3 هارت اتاك، و1 و2 تشيكن هات وكنتاكي. وبالنسبه لي عامه هم كلهم حلوين، ما فيهمش مشكله كبيره قوي، بس زي ما انا قلت لكم هي كلها تفضيلات شخصيه. وفي الاخر بقى شكرا جدا ليكم لو انتوا لسه بتتفرجوا لغايه دلوقتي. كان معاكم اباظه من قناه لايف اوف اباظه. سلام.